يا مجد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك معبر، بدرك منور دين الأمم. عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم. أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المزارع، أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المزارع، أرض المداين أرض المصانع. يا مصر يا أم الهرم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية تحية واجبة للشعب المصري العظيم بطبيعته الشبابية التي فجرت أعظم ثورة في التاريخ شهد لها العالم كله، ثورة 25 من يناير سنة 2011. تلك الثورة التي التف حولها الشعب المصري كله وحمتها القوات المسلحة الأمينة درع هذه الأمة. تلك الثورة التي حررت الشعب المصري العظيم من احتلال فئة ظالمة، فئة اللصوص والمتبجحين. كما أن ثورة 1952 ثورة الضباط الأحرار حررت الشعب المصري كله من الاحتلال الأجنبي، وقد قامت ثورة 25 يناير بتحرير الشعب المصري كله من احتلال فئة الأفاقين واللصوص الذين نهبوا ثروات هذه الأمة. الإخوة الفضلاء، تلك الثورة التي أنجزها هذا الشعب العظيم بطبيعته الشبابية حولت الشعب المصري كله من مجرد رعاية وخدم لدى فئة من الظالمين النهابين إلى مواطنين أحرار يملكون مقدرات هذا البلد ويملكون حريتهم بعد أن حرموا منها زمنا طويلا. الحمد لله، بعد أن حققت الثورة كل أمانيها وأهدافها، وجب علينا جميعا أن نتوجه جميعا إلى سرعة البناء والعمل والإنتاج لهذه الأمة. وأنا أقول هذا الكلام وأصارحكم لأنه لا بد أن نبدأ العمل والبناء فورا، لأن الاقتصاد المصري في خطر شديد. الاقتصاد المصري منذ فترة يعمل بنصف طاقته، وهناك خسائر كثيرة في الفترة الماضية، وإن كانت هذه الخسائر أقل بكثير من المكاسب العظيمة التي حققتها هذه الثورة، لكن آن الأوان أن نعمل وأن ننتج وأن نبني بلدنا، لأن كما قلت الاقتصاد المصري يعمل بنصف طاقته. وأنا سبق قلت هذا الكلام الأسبوع الماضي في افتتاح قناة الناس، وأيضا في نفس الأسبوع الماضي في قناة الرحمة، لأننا في حاجة ماسة إلى العمل والإنتاج والتصدير، لأننا في حاجة ماسة إلى العملة الصعبة، إلى الين الياباني والإسترليني وإلى اليورو وإلى الدولار
لسبب لا بد أن أصارحكم به والكثيرون يعلمون ذلك، وهو أن غذاءنا نستورده من الخارج. 55% من استهلاكنا من القمح نشتريه من الخارج بالعملة الصعبة. 70% من الفول نستورده من الخارج. 80% من العدس من الخارج. 90% من زيوت الطعام التي نستهلكها في منازلنا من الخارج. فأين لنا بهذه الأموال التي نستورد بها غذاءنا إن لم نعمل ونجد ونسرع في البناء ونعوض الخسارة ثم ننطلق إلى آفاق المستقبل حتى نحقق العدالة الاجتماعية ومزيد من معيشة كريمة لكل مواطن على أرض هذا الوطن العظيم. وحتى نبدأ العمل والإنتاج لابد أن نتكاتف جميعا، ولابد أن تكون هناك مصالحة وطنية سريعة بين الجميع. نتكاتف ونتآلف ونعمل بشريعة الله، ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. وقال الله تعالى أيضا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحتى نتكاتف ونتآلف ونبدأ الإنتاج لابد أولا كما أن شبابنا قاموا بالثورة ثم نظفوا الشوارع والميادين، لابد أن نتبنى جميعا دعوة إلى تصفية النفوس، دعوة إلى نظافة القلوب والنفوس من الغل والحقد والحسد والكراهية، حتى نتكاتف جميعا ونعمل صفا واحدا. لابد لنا جميعا أن نبتعد عن تصفية الحسابات التي ستهلكنا جميعا وتدخلنا في دائرة انتقامية. لا نصب للمشانق، يجب أن لا ننصب المشانق لبعضنا. يجب علينا جميعا أن نبتعد عن الاتهامات الباطلة، الاتهامات الباطلة التي ليس عليها دليل. وأنا أقول وأرجوكم جميعا: من كان لديه دليل على تربح من وظيفته، ومن كان لديه دليل أو سند على أنه قد تربح أو أنه قد استفاد من وظيفته، فليبدأ فورا وإبلاغ النائب العام، وإلا نعتبره خائنا لهذا الوطن. لا تصفية حسابات قد تجرنا إلى تصفيات جسدية، لا تعليق مشانق، لا اتهامات باطلة ولا اتهامات زائفة قد تجرنا جميعا إلى مشاكل لا يعلم مضاها إلا الله، وقد تجرنا إلى حلقة انتقامية جهنمية تهلكنا جميعا. هذا هو الأساس الذي نتحرك عليه. لابد أن ندخر جهدنا كله، بدل أن نوجهه للاتهامات الظالمة وتصفية الحسابات، نوجه كل جهدنا للعمل والإنتاج حتى ننهض بهذا البلد ونعوض خساراتنا. الإخوة الفضلاء، أصارحكم بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حمى هذه الثورة والذي تحمل دائما عبء حماية التراب الوطني نقدم له كل التحية ونقدم له كل الإكبار وندعو له بمزيد من التوفيق. المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن أنه سيسلم السلطة ويسلم المسؤولية إلى السلطة المدنية في خلال 6 أشهر بانتخاب رئيس الجمهورية، انتخاب أعضاء مجلس الشعب والشورى، تشكيل حكومة وطنية تقوم بتسيير الأعمال في هذا البلد العظيم. وحتى يتم ذلك كان لابد من تعديلات دستورية سريعة على بعض المواد حتى تهيئ الفرصة للمرحلة القادمة ولتسليم السلطة لمن يستطيع من القيادات المدنية قيادة هذه الأمة. ولما كانت اللجنة المشكلة التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد انتهت من التعديلات الدستورية، وصدر قرار بأن الاستفتاء على هذه التعديلات الدستورية سيكون يوم 19 من شهر مارس ويوم السبت 19 مارس في هذا الشهر، فكان لابد أن يتوجه الجميع للاستفتاء على هذه التعديلات الدستورية، خصوصا وأن التصويت
والاستفتاء سيكون ببطاقة الرقم القومي، بطاقة شخصية خلاص. ولغيت الجداول الانتخابية القديمة التي كانت تحمل المشاكل من أسماء مكررة وأسماء وهمية ومتوفين وأسماء خطأ إلى كل ذلك، ولغي كل ذلك، وأصبح الاستفتاء بالبطاقة الرقم القومي اللي هي البطاقة الشخصية أو البطاقة العائلية، وفي لجان يشرف عليها القضاء بشكل كامل، يعني على رأس كل صندوق قاضي، وتدخل إلى أقرب لجنة لمحل سكنك. وفي نفس الوقت كل من بلغ 18 عام في مارس سوف يدلي بصوته في هذا الاستفتاء. وحتى يتعرف المواطن الكريم على هذه التعديلات الدستورية التي سيدخل الاستفتاء عليها، لابد أن أعرض أمام حضراتكم حتى يكون المواطن والمواطنة على علم كامل بهذه التعديلات الدستورية التي سيدخل للتصويت عليها. أولا المادة 75 من الدستور. المادة 75 من الدستور وهي خاصة بشروط ترشيح رئيس الجمهورية. المادة الحالية الموجودة في دستور 71 بتشترط أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية من أبوين مصريين فقط، يعني أن يكون هو مصريا ومن أبوين مصريين فقط، إلى جانب الشروط الأخرى أن يكون متمتعا بحقوق المدنية والسياسية، وأن سنه ما يقلش عن 40 سنة. في المادة الحالية. أما المادة المعدلة التي ستعرض عليكم في الاستفتاء يوم 19 مارس، فهي أضافت عدة شروط للمادة 75، تعدلتها على أن يكون المرشح لرئيس الجمهورية مصريا، وأن يكون من والدين مصريين ولا يحملان أي جنسية أخرى. يعني الوالدين ما يبقاش عندهم جنسية مزدوجة، لكن جنسية واحدة، جنسية مصرية. وفي نفس الوقت المرشح لرئاسة الجمهورية يجب ألا يكون متزوجا من غير مصري، يعني لابد زوجته تكون مصرية، ما تكونش انجليزية، ما تكونش ألمانية إلى آخر. الكلام ده ليه؟ الكلام ده حتى يكون المرشح لرئيس الجمهورية ولاءه وانتماءه وحبه خالصا لهذا الوطن العظيم مصر، وألا يكون ولاؤه مزدوجا، لأنه لو كان أحد والديه يحمل جنسية أجنبية قد قد يتوزع ولاء وانتماء رئيس الجمهورية بين بلده مصر وبين الدولة التي يحمل والده جنسيته. وكذلك أيضا زوجته كانت تحمل جنسية أخرى، قد ينشطر أو قد يتوزع ولاؤه بين مصر وبين بين الدولة التي تحمل زوجته جنسيتها. وأنا هضرب مثال. لو أن مرشحا لرئاسة الجمهورية كانت زوجته إسرائيلية، معنى الكلام ده خطير، لأن معنى الكلام ده إن ولاده لابد أن يحملوا الجنسية اليهودية، لأن الديانة اليهودية تحتم أن أبناء اليهودية لابد أن يكونوا يحملوا الجنسية اليهودية، وما لهذا من خطر عظيم نعلمه جميعا. ده بالنسبة للمادة 75. نيجي للمادة 76. المادة 76 للأسف الحالية يعني ده عدلت بالاستفتاء يوم 25 مايو 2005. كان المادة دي بتقول ان اللي بيرشح رئيس الجمهورية هو مجلس الشعب، ثم يعرض على الاستفتاء العام للمواطنين يستفتوا على ترشيح مجلس الشعب. ده كان النص القديم. لما حصل التعديل ده لما حصل في شروط ترشيح رئيس الجمهورية، الفقيه الدستوري احد الفقهاء الدستوريين دكتور يحيى الجمل سماها خطيئة دستورية.
لأن هذه المادة بعد تعديلها كانت متفصلة ومتألفة تماما على مرشح الحزب الوطني. حتى بعضهم قال ان كان ناقص يقولوا في هذه المادة ان هذا المرشح بتاع الحزب الوطني اول حرف من اسمه جيم واخر حرف من اسمه كاف. للأسف وضعت هذه المادة شروط تعسفية في من يريد ان يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية. يعني مثلا كانت بتقول علشان يرشح نفسه لابد ان يحصل على 250 واحد يأيدوه من اعضاء مجلس الشعب والشورى واعضاء المجالس المحلية في المحافظات. طب ما اعضاء المجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية في المحافظات اغلبهم حزب وطني، وبالتالي ما هيجيش مرشح الا مرشح الحزب الوطني، وتحرم كافة الفصائل والاتجاهات السياسية من الناس المحترمين المخلصين لهذا البلد يحرموا من الترشيح. وبالتالي كان يجب العدول عن هذه الخطيئة الدستورية والمادة 76 ويفتح المجال لكل القادرين وكل المخلصين في هذا البلد اللي يجدوا في نفسهم الكفاءة لقيادة هذا الوطن العظيم. فتم التعديل او اللجنة المشكلة للتعديلات الدستورية عدلت هذه المادة في التعديل اللي هيعرض على حضراتكم هتستفتوا عليه يوم السبت 19 مارس الحالي. وقالت وسعت او في نفس الوقت يعني حجمت هذه الشروط ويسرتها وقالت ان اللي هيترشح لرئاسة الجمهورية بدل ما كان عاوز يحصل على تأييد 250 من اعضاء مجلس الشعب والشورى المحليات اللي كانت هتبقى متأيفة على مرشح الحزب الوطني، قالوا يكفي ان المرشح لرئاسة الجمهورية انه يحصل على تأييد 30 عضو على الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب او الشورى 30 عضو، وفي نفس الوقت او يحصل على تأييد 30,000 مواطن من 15 محافظة على الاقل لتأييده في الترشيح حتى تتاح له الفرصة لقيادة الدولة باستفتاء الشعب برضاء الشعب، وأن ينتخب انتخابا حرا مباشرا من الشعب المصري كله. والانتخاب أيضا سيكون تحت إشراف قضائي كامل على كل صندوق قاضي وبالبطاقة الرقم القومي، وكل من بلغ 18 سنة له حق انتخاب رئيس الجمهورية. هذه المادة 76 التي كانت أسوأ مادة في تاريخ الدساتير العالمية وأطولها في نفس الوقت. نيجي لحضراتكم للمادة 77. المادة 77 دي كانت بتنص على أن مدة الرئاسة 6 سنوات ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مدة تالية، مدة واحدة. ده التعديل القديم اللي كان قبل كده. ده للأسف الشديد هذه المادة اتعدلت في 22 مايو سنة 80 وسموه أياميها تعديل الهوانم، تعديل الستات، لأنه قد صدر بعض التوجيهات لبعض السيدات الموجودين في مجلس الشعب في ذلك الوقت لتبني هذا التعديل، بأن جعلت مدة رئيس الجمهورية مفتوحة للأبد. وصدر هذا التعديل في الاستفتاء اللي حصل يوم 22 مايو سنة 80 اللي سموه تعديل الهوانم، وجعلت مدة رئاسة الجمهورية مفتوحة إلى الأبد، بدل ما كانت مدة واحدة اتعدلت وقالت يعاد انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى. هذا هي الألاعيب التي تمت والتي كان يقودها الحزب الوطني للأسف الشديد في ذلك الوقت. الحقيقة
طول مدة بقاء رئيس الجمهورية وتعديل هذه المادة وأصبحت انتخابه لمدة أخرى أعطت الفرصة لرئيس الجمهورية أن يظل في الحكم 30 عاما. ومعنى أن يظل رئيس الدولة في قيادة الدولة أو الجمهورية 30 عاما معناها تكونت حوله طائفة من المستفيدين ومن اللصوص ومراكز القوى والنهابين الذين طفحت فضائحهم بعد ثورة 25 يناير. ولذلك لما المادة 77 لما تعدلت قالت بدل 6 سنين خلوها 4 سنوات وتجدد لمرة واحدة، بدل بعد ما كانت مفتوحة وبعد ما كان رئيس الجمهورية يقعد 30 سنة في الحكم كون حوله مجموعة من اللصوص والنهابين الذين نهبوا خيرات هذه الأمة وحولوا الشعب المصري إلى شعب فقير في أكثر من 41% تحت خط الفقر. ده مش كلامي، لكن الإحصاءات كانت بتقول إن في 20% تحت خط الفقر. ولما جه وزير التنمية الاقتصادية قال إن فيه كمان 21% ادالها لفظ محسن مجمد، قال إن 21% كمان أولى بالرعاية، وخذ يصارح الشعب ويقول كمان إن دول تحت خط الفقر. يبقى في شعبنا العظيم موجود 41% تحت خط الفقر ومجموعة قليلة نهبوا ثروات هذه الأمة بسبب بقاء رئيس الجمهورية في الحكم إلى أبد الآبدين 30 سنة. فتعدل المادة اللي هتعرض حضراتكم باستفتاء يوم سبت 19 أصبحت المدة 4 سنوات وتجدد الانتخابات لمدة أخرى واحدة. نيجي بعد كده حضراتكم لمادة مهمة جدا أيضا وهي المادة 88 من الدستور. المادة تم تعديلها بالاستفتاء اللي حصل يوم 26 مارس 2007. المادة دي خاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات وعلى الاستفتاء. المادة دي قبل تعديلها كانت بتقول أن الانتخابات تتم تحت إشراف قضائي كامل، يعني كان يبقى على كل رأس صندوق قاضي قاعد بيباشر ويدير العملية الانتخابية. للأسف الشديد لما تم التعديل في مارس 2007 لغوا الإشراف القضائي كاملا، وأصبح الانتخاب في يوم واحد بعد أن كان بيتم على مراحل نظرا لقلة عدد القضاة، فكان بيتم على مرحلة أولى ومرحلة ثانية ومرحلة ثالثة عشان يتسنى وجود قاضي على كل صندوق. معنى إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات اللي حصل في تعديل مارس 2007 معناه خطير، معناه أنه تم مصادرة إرادة الشعب المصري كله في اختيار حاكميه وفي اختيار نوابه. وليس أدل على ذلك من الانتخابات الأخيرة، تم مصادرة إرادة الشعب المصري كله في اختيار مجلس الشعب وقبل منه كان مجلس الشورى. طب مين اللي حل محل الشعب المصري في اختيار نوابه؟ للأسف الشديد حل محلهم البلطجية والسوابق وأصحاب وأرباب السجون اللي جيشهم الأمن ليلتها علشان يهجموا على اللجان. نرى عن الشعب المصري وإرادة الشعب المصري في اختيار نوابه البلطجية ورؤساء اللجان الفرعية. مصر العظيمة ينشال قاضي من على الصندوق وحط مكانه سواق من المحافظة او واحد يحمل دولين تجارة، مع احترام للسواقين وكل ما يحملون المؤهلات المتوسطة. للأسف كان رئيس اللجنة امامكم جميعا كان بيساوم علنا على الرشوة بلا حياء. للأسف الشديد مصر العظيمة ما تستاهلش كده، ان الشعب المصري تنسرق ارادته وتصابت ارادته في اختيار حاكميه بوجود رؤساء لجان مرتشين وبلطجية، وفي نفس الوقت اصحاب رؤوس اموال
بيملكون المال لشراء رؤساء اللجان وشراء البلطجية للأسف الشديد وشراء الأصوات. الشكل ده المادة 77 اللي هتعرض على حضراتكم أعادت الإشراف القضائي كامل على العملية الانتخابية، إشراف قضائي كامل تتولاه اللجان العامة واللجان الفرعية، وعلى رأس كل صندوق قاضي بيدخل النائب باحترامه ببطاقة الرقم القومي. ألغيت الجداول الانتخابية اللي كان فيها أسماء مكررة والمتوفين وأسماء وهمية وأسماء ناقصة، كل ده اتلغى. وفي نفس الوقت انت بتدخل على القاضي بتديله بطاقة الرقم القومي بتاعك، بيديك الوقت التصوير ورا الستارة، بتخش ورا الستارة تعامل ربنا. لأن النهاردة أصبحت المسؤولية القادمة في نهضة هذه الأمة ومنع الفساد والاستبداد هو المواطن نفسه، هو المسؤول، حتى لا يلوم نفسه بعد ذلك. ورا الستارة بيفكر معاه ربنا، بيختار النائب القادر على المساءلة الحكومة وعلى رقابة الحكومة ومحاسبتها إذا أخطأت. بالشكل ده المحاسبة دي بتمنع الفساد اللي احنا عنينا منه وتمنع الاستبداد والتسلط. ورا الستارة بيختار الإنسان نظيف اليد، حسن السمعة، شريف، عف اللسان. ما اعتقدش ابدا ان النهاردة اروح اختار النهاردة واحد يعني لا يعف لسانه. واحنا بنقول النهاردة يعني المصائب كلها والبلاء موكل بمنطق الانسان، لانهم يقولون البلاء موكل بالمنطق، ويقولون ايضا عثرات الانسان من اللسان. واحنا اولاد البلد بنقول لسانك حصانك ان صنته صانك. محتاجين رجل شريف، رجل فاهم، قادر على المحاسبة، نظيف اليد، تاريخ نظيف لم تلوث سمعته، في نفس الوقت يبقى قادر على التشريع لمستقبل هذه الأمة. الكلام ده هيحصل امتى؟ وانت ورا الستارة بتعامل ربنا، لأن هذه شهادة، هذه شهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ولا تكتم الشهادة فمن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذا هي شريعتنا. في نفس الوقت دي المادة 88 اللي هترد للشعب المصري حريته، اللي هترد للشعب المصري إرادته في اختيار حاكميه وفي اختيار نوابه. وده التعديل اللي هيورد على حضراتكم ان شاء الله يوم السبت 19 مارس. انتهى عهد البلطجة، انتهى عهد الصياعة، انتهى عهد رؤوس الاموال، انتهى عهد شراء الاصوات، انتهى عهد رؤساء اللجان الفرعية من المحليات اللي كانوا بيسووا علنا وبلا حياء. ورجعت للشعب المصري ارادته كاملة في اختيار حاكميه، فاصبح الدور الوقت على المواطن ان هو يختار مجلس الشعب قادر على التشريع وقادر على المحاسبة. بنيجي حضراتكم للمادة 93. ده ايضا تم تعديلها بمعرفة اللجنة المشكلة من المجلس الاعلى للقوات المسلحة. المادة دي كانت بتتكلم عن ايه؟ المادة دي كانت بتتكلم ان بعد اي انتخابات تشريعية لو ان احد المرشحين وجد ان المنافس اللي كان قدامه نجح بالتزوير فله الحق ان يقدم طعن. الطعن ده بعد الانتخابات كان المادة القديمة او المادة الحالية الموجودة حاليا بتقول ان خلال 15 يوم من اعلان نتيجة الانتخابات بيتوجه صاحب الطعن الى مجلس الشعب يقدم الطعن بتاعه مرتبط بالمستندات يقول فيه ان المنافس بتاعي ده تم التزوير الانتخابات به او انتخاباته بطلت. مجلس الشعب يحيل ده للمحكمة النقض. محكمة النقض بتحقق هذا الطعن من خلال المستندات وبتشوف اذا كان المستندات دي سليمه، فعلا الانتخابات دي كانت باطله، كانت مزوره، الى اخر هذا الكلام. ثم بعد ذلك عندما تنتهي محكمة النقض الى قرار كانت بتبعته
الى مجلس الشعب. مجلس الشعب بينظر. هنا بقى بيحصل الفساد بعينه. لو ان الشخص او النائب المطعون فيه ان محكمة النقض قالت ان عضويته باطلة، لو كان دمه خفيف ولا بيهش ولا بيلش في المجلس بيخلوه. اما اذا كان نائب مشاكس وقادر على المساءلة وقادر على الرقابة والتشريع، وده يعني لسانه طويل شوية، بيقوموا يبطلوا عضويتهم من مجلس الشعب ويفصلوه ب300 أعضاء. ودي العبارة بقى اللي سميت ان المجلس الشعب سيد قرار للأسف الشديد. وكانت ده قمة الفساد وقمة المحاباة، وياما ناس كتير ظلموا بهذا الشكل. وأنتم تذكروا أننا أحد الذين ظلموا بسبب أن المجلس سيد قرار. وأنتم تذكروا في انتخابات مجلس الشعب سنة 90 عندما للأسف رشحني الحزب الوطني وسقطني مخصوص في سنتها، وانتم شهاد على العصر، لأنه كان عاوز معارض. لأن طبعا الأحزاب كلها سنة 90 تذكروا إنها قطعت انتخابات مجلس الشعب تماما لعدم ثقتهم في نزاهة الانتخابات. فكانت الدولة والحزب محتاج واحد معارض منظر أو ديكور أو عشان يكمل الصورة. فجم سقطوا محمد قريطة وقفلوا الصناديق من الصبح تماما، ما كفهمش كده. جم لبلدي مدينة فرسكون العظيمة ولغوا 7 صناديق من هذه المدينة، وأنتم تذكروا الكلام ده. فطبعا بعد النتيجة لجأت لمحكمة النقض وقدمت طعن، وتم تحقيق الطعن، وانتهت محكمة النقض إلى أنه لم تجرى انتخابات أصلا في دائرة فرسكور، إنما تم تسويق البطاقات من الصباح الباكر، وعلى ذلك تبطل عضوية منافسي أو الأستاذ ضياء الدين داوود شفاه الله. راح قرار محكمة النقض لمجلس الشعب طبقا للمادة 93. مجلس الشعب رغم ان انا كنت مرشح الحزب الوطني للأسف، الا ان هم محتاجين هذا النائب الذي ابطلت عضويته عشان يكمل صوت المعارضة في مجلس الشعب بعد الاحزاب ما قطعت الانتخابات. وبالتالي تم التصديق على صحة عضوية الاستاذ ضياء الدين داوود شفاه الله. انا لجأت بعد كده لمحكمة التعويض، طلبت تعويض عن الأضرار الآدمية التي له والمادية التي لحقت به، وحكمت للمحكمة بتعويض. للأسف الشديد دفع التعويض الشعب المصري من ماله، مش وزارة الداخلية. وزارة الداخلية دفع التعويض لكن من الشعب المصري. يبقى الشعب المصري وضيع مرتين. المرة الأولى أنه هو حرم من إرادته من أن يقول رأيه في نوابه، وفي نفس الوقت في الآخر يدفع تعويض عن تزوير الانتخابات من حر ماله. طبعا التعديل اللي هيعرض عليكم في 19 يوم السبت 19 مارس تم تعديل هذه المادة، وقالوا ان الطعن يروح مباشرة للمحكمة الدستورية العليا، هي اللي هتفصل فيه. المحكمة الدستورية العليا بتحقق الطعن، واذا ثبت لديها ان الطعن صحيح وان المنافس تم ابطال عضويته بتبعت رأيها لمجلس الشعب مباشرة لتنفيذ قرار محكمة النقض. لان ده تنفيذ قرار محكمة الدستورية العليا. خلاص ما عادش حاجة اسمها سير قراره، المجلس غصب عنه واجبه انه هو ينفذ قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان عضوية الشخص المطعون فيه. وبالتالي انتهت حاجة اسمها اسطورة المجلس سيد قراره، حفاظا على الحقوق وحفاظا على حريات المواطنين. دي المادة 93. نيجي بعد كده حضراتكم للمادة 139. المادة 139 بتتكلم عن تعيين نائب رئيس الجمهورية. المادة الحالية، المادة 139 الحالية كانت بتدي الحق لرئيس الجمهورية ان هو يعين نائب، وليس ذلك وجوبيا، يعين او ما يعينش. وبالتالي ظلت مصر طيلة 30 عاما فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك بلا نائب.
وده شيء خطير جدا، لأن النائب رئيس الجمهورية مهم جدا أن يقود الجمهورية في حالة غياب الرئيس، أو إذا كان هناك ظروف تحول بين الرئيس وبين أداء مهمته. مسألة مهمة جدا، لكن عشان المسألة كانت جوازية رئيس الجمهورية يعين أو ما يعينش، فضلت مصر من غير نائب رئيس جمهورية طيلة 30 عاما. أما التعديل اللي هيعرض عليكم يوم السبت إن شاء الله 19 مارس، فأصبح تعيين نائب رئيس الجمهورية وجوبيا، يلزم رئيس الجمهورية بأن يعين نائب رئيس جمهورية. ولذلك يعني كان فيه بعض الآراء بتقول أو بتطالب أن بدل الرئيس جمهورية ما يعين نائب رئيس الجمهورية. بعد هذه الآراء بتطالب بأن الشعب نفسه هو الذي يختار نائب رئيس الجمهورية، زي ما يحصل في أمريكا مثلا، ان في بتاعة التصويت اللي فيها انتخاب هينتخب فيها رئيس الجمهورية، في نفس الوقت يبقى في نفس الورقة نائب رئيس الجمهورية، بحيث ان الشعب هو اللي ده رأي موجود لبعض الفقهاء. لكن المادة لأن إلى الآن لا تعرض عليكم ان رئيس الجمهورية هو اللي يجب عليه فعلا يعين نائب لرئيس الجمهورية خلال 60 يوم على الأكثر من مباشرة رئيس الجمهورية مهام منصبه. ونفس الشروط اللي تنطبق على رئيس الجمهورية بتنطبق أيضا على نائب رئيس الجمهورية. بيجي بعد كده لحضراتكم مادة أخرى وافق عليها اللجنة المشكلة، وهي المادة 148، وهي الخاصة بإعلان حالة الطوارئ. اللي هيقرأ حضراتكم يوم 19 المادة المعدلة وضعت ضوابط صارمة لإعلان حالة الطوارئ، بعد ما كانت المسألة مفتوحة، وكانت طبعا يعني ده حق خالص لرئيس الجمهورية يعلن حالة الطوارئ ويوقف الحريات للشعب. إنما التعديل اللي وضع حضراتكم يعني وضع ضوابط مهمة جدا، منها عندما يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ. حالة الطوارئ طبعا بتعلن امتى؟ بيكون في زلزال، في حالة حرب، في حالة كوارث، بتعلن حالة الطوارئ. ان الرئيس الجمهورية بيعرض اعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعبي خلال 7 ايام. خلال 7 ايام، وكانت في المادة الموجودة 15 يوم، فالتعديل عملها 7 ايام، ان الرئيس لما يعلن حالة الطوارئ لابد يعلنها على مجلس الشعب. اذا اعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ومجلس الشعب في اجازة، يتم استدعاء مجلس الشعب فورا للانعقاد، ما يستناش حالة الطوارئ، يستدعى مجلس الشعب من اجازته حتى يعرض عليه رئيس الجمهورية اعلان حالة الطوارئ. وده ما كانش موجود في النص الحالي، اللي موجود في النص الحالي اللي هو في المادة 148. في نفس الوقت يجب موافقة مجلس الشعب بالأغلبية على إعلان حالة الطوارئ. عشان مجلس الشعب يوافق لابد أغلبية المجلس هي اللي توافق عشان على إعلان حالة الطوارئ، وهذا الوجوب في إعلان مجلس الشعب وموافقته ما كانش موجود في النص الحالي، إنما الأمر كله كان موكلا بيد رئيس الجمهورية. في نفس الوقت في ضابط آخر لإعلان حالة الطوارئ، إن مد حالة الطوارئ ما تزيدش عن 6 أشهر، ما تبقاش مفتوحة للأبد، ما تبقاش مفتوحة 30 سنة زي ما حصل، ما تزيدش عن 6 أشهر. ولا يجوز مد حالة الطوارئ إلا بعد استفتاء الشعب وأخذ رأيه، مش مجلس الشعب، ده استفتاء الشعب كله، يعني 6 أشهر ما تزيدش. ولو أراد رئيس الجمهورية إن هو يمد حالة الطوارئ لابد أن يعرض في استفتاء على الشعب كله، يوافق على مد حالة الطوارئ أو لا يوافق، وهذا حق أصيل للشعب الذي ملك إرادته وملك حريته. لأن طبعا الشعب هو مصدر السلطات، طبقا المادة 3 من الدستور بتقول الشعب هو السيد، والشعب هو صاحب القرار،
والشعب هو مصدر السلطات، ولا بد أن يعود له كل الأمور في إدارة حياته. للأسف الشديد إعلان حالة الطوارئ لها عيوب كثيرة جدا، إن هي بتكبل حريات الشعب، وده هتكلم عنها في المادة اللي بعد كده. نيجي بقى للمادة الخطيرة وهي المادة 179. المادة 79 دي كانت بتتكلم في الدستور عن المدعي العام الاشتراكي. تم إلغاء منصب ومهمة المدعي العام الاشتراكي في الاستفتاء اللي حصل في 26 مارس 2007، وحل محلها مادة خاصة بمكافحة الإرهاب. المادة المعروضة على حضراتكم دي تم إلغاءها، هيتم إلغاءها في الاستفتاء اللي عرض حضراتكم، هتستفتوا على إلغاء هذه المادة. ليه؟ لأن هذه المادة كانت من أخطر المواد التي كبلت حرية الشعب المصري، واعتدت على حرماتها، واعتدت على خصوصياته. لأن المادة دي موجودة حاليا كانت بتقول للأسف الشديد عند إجراء الاستدلال والتحقيق مع أي متهم في قضايا الإرهاب بيتم تعطيل المادة 41 من الدستور. طب المادة 41 دي بتقول إيه؟ المادة 41 دي بتتكلم عن حق المواطن في الحرية الشخصية، لأن حرية المواطن مصونة لا تمس، ودي من أبسط الحقوق الشخصية للمواطن. لا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي. سؤال، هل ده كان بيحصل؟ ما كانش بيحصل. كان بيتم القبض على المواطن ويتهان من غير ما يعترض. كرامة الإنسان المصري ضاعت، فعشان كده المادة 179 لابد أن تلغى. الحتة الثانية إن هذه المادة كانت بتعطل المادة 44. طب دي خاصة بالمادة 44. المادة 44 للدستور كانت بتقول إن المساكن حرمة لا يجب تفتيشها ولا يجب دخولها إلا بأمر قضائي، احترام لخصوصية المواطنين وخصوصية المسكن. للأسف الشديد كان أمن الدولة بيدخل على المواطن يكسر الباب ويروع الأطفال ويروع النساء دون أدنى حفظ لكرامة هذا الإنسان. المادة 44 دي بتقول ممنوع دخول المساكن والهجوم أو التفتيش فيها إلا بأمر قضائي. وللأسف الشديد كانت تنتهك حرمات المسلمين وحرمات الناس المصريين بهذه المادة. أيضا مادة 79 في أثناء التفتيش والتحقيق كانت بتنتهك المادة 45 خاصة بالمادة 45. المادة 45 دي بتتكلم على أن مراسلات المواطن والبريد بتاعه وتليفوناته ومراسلاته لها حرمة ولها سرية، يجب ألا يطلع عليها أحد إلا بأمر قضائي. اللي كان بيحصل كان فيه تصنت على التليفونات، وكان فيه فتح بريد الواحد من غير ما يشوفه، وتسلط وتصوير للقاءات الإنسان المصري بتبجح شديد للأسف الشديد. طبعا هذه المواد التي تحمي حرية الإنسان وكرامته وتحافظ على بيته وتحافظ على شرفه وشرف أسرته كانت بتنتهك بسبب وجود المادة 179 اللي خاصة بالإرهاب. وما كانوش بيفرقوا لا بين إرهاب ولا بين حماية رئيس الدولة ولا بين حماية النظام، وبعدوا تماما عن حماية المواطن المصري. فكان يجب إلغاء هذه المادة فورا، وإلغاء هذه المادة معروض على حضراتكم في الاستفتاء إن شاء الله اللي هيعرض يوم السبت 19 مارس الحالي. ونحن نقدم التحية والشكر اللجنة التي قامت بتعديل مواد الدستور بإلغاء هذه المادة. نيجي بقى لتسع حاجة اللي هي المادة 189 اللي هي بتتكلم عن حق رئيس الجمهورية وحق ثلث أعضاء مجلس الشعب في تعديل
مادة من الدستور او اكثر من مادة. بس 189 بتقول ان من حق رئيس الجمهورية او ثلث اعضاء مجلس الشعب انهم يعدلوا بعض مواد الدستور. دي المادة 189. في الاستفتاء اللي هيوضع لحضراتكم ان شاء الله يوم السبت 19 ادخل بعض المواد على هذه المادة. مادة مضافة تحت رقم 189 بتعطي الرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، وتعطي ايضا لنصف اعضاء مجلس الشعب والشورى طلب اصدار دستور جديد. ما احوجنا جميعا الى دستور جديد يعلي من شأن المواطن المصري ويحافظ على حرياته ويؤكد مبدأ تداول السلطة بين الاحزاب عن طريق صندوق انتخاب نظيف. دستور جديد يؤكد على العدالة الاجتماعية بين الناس جميعا ويعطي فرص متكافئة في العمل وفرص سياسية متكافئة وفرص اقتصادية بعد ظلم طويل عن طريق عصابة من اللصوص استولوا على مقدرات هذه الأمة. إذا المادة دي بتدي لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء ونص أعضاء مجلس الشعب والشورى عمل دستور جديد أو طلب إصدار دستور جديد. كيف ذلك؟ يتولى هذا جمعية تأسيسية من 100 عضو يتم انتخابهم بأغلبية أعضاء مجلس الشعب والشورى. يبقى اللي هيعمل الدستور ده جمعية تأسيسية من 100 عضو ينتخبوا من أعضاء مجلس الشعب والشورى، ورئيس الجمهورية يعرض الدستور المعدل خلال 15 يوم من إعداده على الاستفتاء العام للشعب المصري ليستفتي على الدستور الجديد، إما يوافق وإما يرفض، ويعتبر الدستور نافذا بمجرد موافقة الشعب المصري عليه بعد الاستفتاء. دي المادة المضافة للمادة 189. في مادة أخرى أيضا أضيفت للمادة 189 اللي هي 189 مكرر، وهي بتقضي بأن يجتمع الأعضاء المنتخبين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعلان مشروع الدستور الجديد خلال 6 أشهر من انتخابه. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده بمجرد الاستفتاء على التعديلات الدستورية اللي حضرت يوم 19 بعد كده بينتخب أعضاء مجلس الشعب والشورى، وبمجرد انتخابهم في خلال 6 أشهر بيشكلوا الجمعية التأسيسية اللي تعيد الدستور اللي اتكلمنا عنه في المادة اللي فاتت. الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم نحن أحوج ما نكون إلى دستور جديد يؤكد على مبدأ المواطنة، مبدأ المساواة بين الناس جميعا واحترام حقوق الإنسان. دستور يعلي من حريات الشعب المصري ويحافظ على كرامته. دستور يقلل سلطات رئيس الجمهورية ويزيد من سلطات الشعب المصري على اعتبار ان الشعب هو السيد وهو صاحب القرار وهو مصدر السلطات. دستور يؤكد على تداول السلطة بين الأحزاب جميعا بشرط أن يكون ذلك عن طريق انتخابات نظيفة، وقد تقررت ذلك بالإشراف القضائي وبالرقم القومي ولكل من بلغ 18 سنة. نحن في أحوج ما يكون إلى هذا. نيجي مادة آخر أيضا حطوها على الحكم الاستفتاء اللي هي مادة 189 مكرر بتقول إيه؟ هذه المادة تقضي بأن يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته. مجلس الشورى بينتخب بعد الاستفتاء ويمارس سلطاته. طيب بيتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بعد مجلس الشورى ما ينتخب
من حق رئيس الجمهورية طبقا للدستور ان هو يعين ثلث اعضاء مجلس الشورى، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين في القانون. دي المواد اللي هتعرض على حضراتكم ان شاء الله الاستفتاء عليها يوم السبت 19 مارس، اما توافقون على هذه المواد او ترفضوها بارادتكم الكاملة. واردت ان ابين لحضراتكم هذه المواد حتى نكون جميعا على علم بهذه المواد التي سنستفتى عليها يوم السبت 19. الأخوة الأحباب جميعا، البلد دي بلدنا ردت إلينا بعد أن كانت مختطفة بمعرفة عصابة من الأفاقين واللصوص والمتبجحين، وأصبح هذا الوطن ملك لنا جميعا، فواجبنا أن نشارك جميعا في بنائه حماية لنا وحماية لأبنائنا من بعدنا، أن أصبحت المسؤولية مسؤوليتنا جميعا، ونهضة هذه الأمة مسؤوليتنا جميعا. ويذكرني في هذا قول الزعيم مصطفى كامل عندما قال: بلدي لو شغلت بالخلد عنه لنازعتني إليه في الخلد نفسي. وبعد ثورة 25 يناير ثورة الشعب المصري بقيادته الشبابية أقول أيضا قولة مصطفى كامل ونقولها جميعا: لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. الإخوة والأخوات، هذا الحديث لمن فاته أن يستمع إليه فهو مسجل بالكامل على صفحتي في الفيسبوك على النت التي أنشأتها عندما كنت أشرف بنيابتي عن الشعب، فيسبوك تحت اسم النائب المحترم محمد خليل قويطة، لمن يريد أن يرجع إلى هذا البيان وإلى بيانات أخرى. وفي نفس الوقت من يريد أن يتعرف على أداء محمد قويطة عندما كان نائبا في مجلس الشعب أن يرجع إلى النت ويذكر عبارة قويطة فقط على النت، يظهر له كل ما سجلته الصحافة المصرية والقنوات الفضائية عن أعمال محمد قويطة في الرقابة على أعمال الحكومة والتشريع الذي لمس قضايا رأي عام يهم الشعب المصري كله. الإخوة الأحباب، دعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه الأمة ويحفظ بلدنا. عاشت مصر حرة أبية بلد الأمن والأمان. أشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما يا مصر يا عروض النعم يا من القضايا يا بحر الكرم، ميلي تنكر يوم عبر تجري ووكيل الأمم. عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا عروض النعم.